ودي كده طريقة التقديم التانية، حلوة جدا جدا. تحطها في الأطباق، تعملوها كده في قالب من القوالب اللي عندكم، تدي شكل والله شكلها حلو جدا، طعمها جميل. عايزين تحطوها في أي حاجة، أطباق عادية، أي حاجة عندكم، هتكون في النهاية شكلها حلو وجميلة جدا. والمهم ان هي مفيدة، جميلة جدا جدا في الحر ده. تعرفوا ان هي كمان خفيفة عن البطاطا بالبشاميل جدا جدا جدا. ما تحسوش اللي بياكلها كده ما يحسش ان هو بياكل بطاطا اساسا. طريقة حلوة جدا. الطريقة بقى التانية في عشر هقطعها كده زي ما دقايق انتوا هتكوني شايفين معايا عاملاها قطع وتكوني زي محضراها يا ست الكيكة. الكل. يعني حلوة جدا، هنحضرها شكلها كده كأننا جميل بنعمل ولذيذ. عصير كده، يعني وشوفوها معايا كأننا بنعمل وجربوها. عصير مانجا. تخيلوا مش معايا هتلاقوها نص كيلو من موفرة، البطاطا، طالع منها كمية سلقتها كويسة. بقشرها، وفي نفس الوقت قصدي سلقتها مش كويس هتلاقوها جدا، وبعد كده مكلفة ان شاء قشرتها الله، بإذن وحطيتها في الله الخلاط. هتلاقوها نص كيلو موفرة او اربع معاكم. حبات من وبإذن البطاطا الله يكونوا هتعجبكم وسط، جدا او جدا. يكونوا كبار، معلش مش بقى عشان مشكلة، عندي طعمها برد حلو جدا. فمتلخبطة وبتدي شوية. اضافة زي ما احنا شايفين، حطيناها في الخلاط. وبعد كده معايا من كيسين من الكريم كراميل وكيسين من هنحب الفانيليا. نحاول نعمل حاجات بسيطة هحط كل تكون مش المكونات مع مكلفة، بعض في وفي الخلاط. نفس الوقت نزلت بتكون ببودرة مفيدة الكريم معانا، كراميل، طعمها وبعد جميل يا كده بنات، جربوها. نزلت بكيسين من وبإذن الله الفانيليا. بإذن الله ومعايا كيلو هتعجبكم. لبن لو يا عجبكم بنات، الفيديو هحط حطوا كيلو لي لبن لايك على للفيديو المكون ده. واشتراك في القناة لو لسه ما اشتركتوش. كله كده في والسلام الخلاط. عليكم معايا ورحمة كمان الله 3 معالق وبركاته. سكر، ولا في دهون ولا في سكر كتير ولا في اي حاجه. حاجه كده خفيفه وجميله، حلوه جدا جدا للاطفال. لو معاكم اطفال صغيره، حلوه جدا جدا بجد، جميله ومفيده زي ما انتم شايفين معايا. هضربها كويس جدا جدا في الخلاط، وبعد كده هجيب حله معايا، هنزل بالخليط كله على بعضه. حطيت على بعض، وبعد كده هرجع على ايه، على البوتاجاز. تعالوا نشوف هنعمل ايه على البوتاجاز، وهنقول المقادير تاني. معايا 4 حبايات من البطاطا او نص كيلو بطاطا، كيسين فانيليا، كيسين من بودرة الكريم كراميل، وكيلو لبن، 3 معالق سكر. حطيتهم في الخلاط، ضربتهم كويس قوي، وبعد كده حطيتهم في حلة. وتعالوا بقى هنفضل كأننا بنعمل مهلبية، هنفضل نقلب كده. هنفضل نقلب في البطاطا على النار والكريم كراميل لحد ما يتقلوا، او لحد ما يغلوا. يعني اول ما تلاقوا في غلت كده زي اللبن ما بيغلي، هنشيلها ونجيب ونشوف هنعمل ايه معانا. طريقة حلوة وسهلة وبسيطة، جربوها وبإذن الله هتعجبكم لانها خطيرة جدا. القوام تقل معايا زي ما انتوا شايفين. هجيبها بقى كده، وهجيب الصينية بتاعتي اللي هحط فيها الخليط الجميل اللذيذ ده. الموضوع كده خلص معايا، يعني مفيش فرن بقى ومفيش اي حاجة، مفيش اسهل من كده بصراحة. معايا بقى كده جبت الصينيه بتاعتي، المقاس اللي يعجبكم. عايزين تحطوها في اطباق، انا هصبها او هقدمها بطريقتين. هنقدمها بطريقتين، والطريقه الاسهل ليكم باذن الله اعملوها، ومفيش حاجه صعبه، والموضوع سهل وبسيط جدا. هنزل بقى كده بكيس من الكريم كراميل، وهركن الكيس التاني. انا ما حبيتش ان انا احط كتير عشان ما تبقاش مسكره قوي. عايزين تزودوا الكريم كراميل زودوا. هنزل بقى كده بالخليط في الصينيه. هامله الصينيه بتاعتي وهركنها. ومعايا طبقين هحط فيهم برضو كريم كراميل، معايا طبقين كده صغيرين. دي الطريقة التانية للتقديم، وحلوة جميلة جدا، حلوة للأطفال ولو في ضيوف. هي حلوة بصراحة، الطريقتين جمال جدا، ومبتاخدش وقت جدا خالص خالص في التقديم. شايفين بقى الطريقة دي أسهل كده، يعني حاجة كأني بعمل عصير مانجا كده وأنا واقفة. مفيش أحلى ولا أحسن من كده. دي الطريقة التانية للتقديم. بعد ما عملت كل الشغل الجامد ده، هحطها في الفريزر. يا اما احطها في الفريزر شويه، يا اما اسيبها في التلاجة تتماسك براحتها خلال ساعه ساعتين. الفريزر بيسهلها معانا ان هي تخلص بسرعه، ان هي تتماسك يعني بسرعه، وتكون جاهزه وسريعه معانا، وتطلع بقى كده حلو لذيذ وجميل. صدقيني الكل هيشكرك عليه، حاجه كده جميله ولذيذه. حطيها في الفريزر. لو مش لو مستعجله عليها حطها في الفريزر، مش مستعجله سيبيها في التلاجة براحتها. لو عاملاها كده بدري تقدري تحضريها وانتي واقفه بتعملي الاكل كده، بجانب الاكل هتحضريها في 10 دقايق هتكون جاهزه. حاجه سهله وبسيطه ومفيده، والله يا بنات مفيده. مش عايزين نقلل من الحاجات اللي فيها سكريات واللي فيها دهون بالذات. كل حاجة بقت غالية وكمان مضرة في نفس الوقت. الحر عايز حاجات خفيفة ولذيذة زي كده. تعالوا شوفوا بقى كده بعد ما تماسك معايا. تعالوا شوف هنقدمه، هتلاقي شكله جميل ازاي. انا سبته في الفريزر براحته. امسكي بس كده حاجة
فكي الاجناب عشان خاطر تنزل معاكي بسهوله، وهتلاقيها اتقلبت وتماسكت كده. انا حطيتها في الفريزر، ما حطيتهاش في التلاجة، وسبتها كمان براحتها، يعني حطيتها ونسيتها. هكمل لو عايزه بقى ايه، في شويه كريم كراميل كده فاضوا معايا، هحطهم على الوش بعد كده، مش مشكله معايا بقى. شوفوا الطريقه التانية للتقديم. ومش عايزين ننسى نصلي على سيدنا محمد، اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. جربوها في 10 دقايق كده هتعجبكم بإذن الله، ومش مكلفة على فكرة، يعني طعمها حلو، مش مكلفة ومفيدة. هتلاقوا فيها حاجات كتيرة جدا مختلفة، حلوة يا جماعة في الحر اللي احنا فيه ده، حلوة جدا جدا. جربوها بإذن الله هتعجبكم. اعملوها كده وانتوا واقفين بتحضروا للغدا او العشاء جنبيكم، مش هتحسوا بيها، هتحضروها على طول. حاجة جميلة جدا. لو جايلكوا ضيوف كده او جايلكوا اي حد، تقدروا تعملوها وتقدموها بالشكل الجميل ده، هتعجبكم جدا جدا، والكل هيشكركم عليها. طعمها انا واثقه ان طعمها هيعجبكم، هتظبط معاكي من اول مره. وباذن الله باذن الله مكوناتها هتكون موجوده عندك، وباذن الله هتعجبكم. ما تنسوش بقى تحطي لي لايك للفيديو واشتراك في القناه. لو لسه ما اشتركتيش دوسي لايك واشتراك في قناه ابداعات منمن. باذن الله الفيديو يعجبكم. شايفين بقى القطعه طالعه متماسكه وحلوه ولونها جميل ازاي، ومش هتحسوا ان هي فيها بطاطا اساسا. دي الميزه بقى، اللي انتوا مش هتحسوا بطعم البطاطا. البطاطا والكريم كراميل مدين ميكس كده حلو جدا جدا. تعالوا بقى كده ندوقها ونشوف طعمها خطير يا بنات. حاجه كده بترطب على القلب، حاجه تنسيكوا هموم الدنيا كده، حاجه جميله جدا. ده الطريقه الشكل التاني في التقديم جميل جدا كده وشكلها حلو، وبإذن الله تعجبكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.